أنا دلوقتي في الخدمة وفاضل لي 9 أيام. آه، طبعا معاناة عقبال ما يكون معايا موبايل. خلاص هسلم إن شاء الله، ودي ذكرى تبقى جميلة جدا، تجربة حلوة صعبة، بس الواحد ما بيتعلمش إلا من أصعب الظروف، ولازم إن الدنيا تقسى عليه عشان يتعلم وتقدر الحاجة الحلوة اللي في إيدك، أو اللي اللي مش عارف. أنا من امبارح وما نمتش، بقيت 12 ساعة مطبق، مش عارف أنام. في حاجات كتير عايز أقولها بس مش عارف أطلعها، بس دي هتبقى ذكرى حلوة جدا طبعا في حياتي. حبيت أصور اللحظة دي رغم إن أنا تعبان الصراحة، كانت نفسيتي متدمرة، يعني مش هضحك عليكم، أنا مش عارف أحور، بس قلت يعني ممكن لو فتحت الكاميرا أنبسط وأفك شوية. عايز بس أشارككم مكان الخدمة بتاعتي، أنا في برج، كانت في سفينة معدية من ورايا من شوية، مش عارف موجودة ولا لأ، موجودة مشيت، وده الشارع اهو. طبعا يا رب هون علينا وعلى الناس اللي حوالينا، مش أنا اللي كاتبها، بس دي ناس أقدم مني، وأشوفكم بخير. خلاص هنزل أجازة وما عادش ميري، يلا ما عادش ميري. 2021 أخيرا أخيرا، كابوس كابوس وهفوق منه إن شاء الله، وأبدأ أحقق كل اللي نفسي فيه. سلام. أنا دلوقتي في الخدمة وفاضل لي 9 أيام. طبعا معاناة عقبال ما يكون معايا موبايل. خلاص هسلم إن شاء الله، ودي ذكرى تبقى جميلة جدا، تجربة حلوة صعبة، بس الواحد ما بيتعلمش إلا من أصعب الظروف، ولازم إن الدنيا تقسى عليه عشان يتعلم وتقدر الحاجة الحلوة اللي في إيدك، أو اللي مش عارف. أنا من امبارح وما نمتش، بقيت 12 ساعة مطبق، مش عارف أنام. في حاجات كتير عايز أقولها بس مش عارف أطلعها، بس دي هتبقى ذكرى حلوة جدا طبعا في حياتي. حبيت أصور اللحظة دي رغم إن أنا تعبان الصراحة، كانت نفسيتي متدمرة، يعني مش هضحك عليكم، أنا مش عارف أحور، بس قلت يعني ممكن لو فتحت الكاميرا أنبسط وأفك شوية. عايز بس أشارككم مكان الخدمة بتاعتي، أنا في برج، كانت في سفينة معدية من ورايا من شوية، مش عارف موجودة ولا لأ، موجودة مشيت، وده الشارع اهو. طبعا يا رب هون علينا وعلى الناس اللي حوالينا، مش أنا اللي كاتبها، بس دي ناس أقدم مني، وأشوفكم بخير. خلاص هنزل أجازة وما عادش ميري، يلا ما عادش ميري. 2021 أخيرا أخيرا، كابوس كابوس وهفوق منه إن شاء الله، وأبدأ أحقق كل اللي نفسي فيه. سلام.